بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي قال لي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على بالي باللي راكم في يعني غضب شديد لأنه فريق القلب اللي تحبوه، وعلى بالي باللي من غيره ما كان تشي. حاجة اللي بغيت نقولها لكم يا أنصار، الأولى اللي نبدأ بها، نبدأ باللاعبين تاع الغالي. اللاعبين تاع الغالي والله هذا الشعب كبير عليكم بزاف، يعني الأنصار يعني والمناصرين يعني أكبر من اللاعبين. لاعبين في ذاك المستوى يستحال به يعني نشوفوا، والله العظيم لما زالوا لي فيديو مأثرين عليا بزاف. يعني الملعب مكتظ على آخره، والناس تهتف بأسمائكم، والناس تآزر فيكم، والناس تتكلم عليكم بخير، وجاو حتى ناس كبار وعقلاء يعني يبدو يقولوا ما تسبوش اللاعبين، ما تتواسوهمش، وهذو 11 لعاب ولا فوق الأرضية الميدان مع مدرب يعني حذاري أنكم تضيعوا معه، وانتم ما راعيتوش باللي عيب عليكم. أنا ماشي، أنا ضد الناس اللي تدير العنف، وضد الناس اللي تضربكم، وضد الناس الشباب اللي ما يحطش النقاط على الحروف ويتقلق ويتهور. أنا ضد الهدر، ولكن كاين كلام أكثر من الضرب، أكثر من القباحة. لما نقول لك كل الحلال، لما نقول لك أودي راك غادي تكبر وتندم وتقول أنا شادرت تحتك يا سيدي ربي. أنت درت تحت يا سيدي ربي، أنت ظلمت. أنت كنت تدي دراهم كبار، والمناصر يشري مسكين، يشري في ميجان، يشري ذيك ويشري ويطلب به يدخل وينكشف ويبيع قشة ويروح للأبعد من ذلك، يدير أشياء والله لا غريبة لما نسمعوها بالخفاء. تروح أنت تجي تزعق عليه. أنت عاملوش ظلموك، إلا ظلموك ما تنتقمش، ما تروحش تدي عندهم الحق يطردوك، عندهم الحق يتكلموا عليك، تروح أنت تلعب له دقيقة وتعاود تخرج. زعما هذا هو انتقام. ممن انتقمت؟ من من انتقمت؟ انتقمت من الفريق أم من الرئيس أم من يعني الطاقم المسير أم ممن؟ أم انتقمت من الأنصار المساكين؟ هذا هو يعني هذا تحليلك. لا، حكيت معانا وقلت لي راني مظلوم وكذا، ولكن لما روحت عيب عليك، والله ما تستحق هذا الفريق، وما تستحقش هذاك التريكو اللي غالي عليك. لأن على بالي لما تتكلموا بيناتكم طيحوا بينا وما تبغوناش وما تبغوش الأنصار، بصح جيوبكم وهضروا على الدولة وهضروا على الدراهم من عند الدولة، تبكوا بصح ما تبكوش على الحقائق الخافية اللي عندكم. يعني الحقائق هي اللي دارقة عندكم. مناصر غلاوين كبار، ناس شوابنية، ستاد معمر، والله غير عيب عليكم. وانا نقولها لكم منا والله العظيم، اللي كاد لهذا الفريق يعني وما رعاش الأنصار وما رعاش هذا المناصرين، غير ربي يجيبها له، وربي يكشفها ان شاء الله عند العقايب، وربي يجيب له مصيبة على حسابه، ربي يجيب له ذرية تكشفها ان شاء الله، وربي يجيب له عائلة ان شاء الله بلا ما يدري مين يكبر ويقول شادرت، ويفكر باللي في يوم من الأيام كان ينعنا وكان يخطي علينا وكان يسبنا في الخفاء، كان يعايرنا مع اللعابة، وكانوا حتى بعض اللعابة معسكرية يسبونا. تسبونا وتكبروا وتقولوا بلي احنا على بالي. نعطيكم نقطة واحدة أخرى، على بالي مين تكون لعاب، كاين بزاف اللي داروا العيب في القالية، راهم مين يجوا فايتين كاع. إلا بغيت نقول له السلام بصح والله ما نطلقه في الخفاء، والله غير هدرت فيه بالعيوب اللي دارها بالقالية. والبطونات والنقيز والتيكيات والحرب اللي كان يديرها على خاطر باه يربح هو. باه تربح نتايا تكشف الأنصار وتكشف ذيك وتكشف الناس المحبين للغالي وتكشف الناس اللي بيهم الخير. عيب عليك والله. غير نقولوا يا الناس اللي باعت القالية بكري، اللي كانت تبيع لي ماتش، نقولوا على الناس اللي ما كانش تحب ذا الفريق، والله يا ربي غير يكشفكم، وإلا ما كشفكمش معليش آجلا أم عاجلا، لأن كرة القدم قلنا لكم ذاك العام ما تأولوهاش، ما ديروهاش غير في صالحكم، تقولوا بالون دراهم الدولة الاستاد راهم يتعمروا. روحوا شوفوا ليزما، روحوا شوفوا لامسية، روحوا شوفوا الفرق الكبيرة، يعطين قيمة لهذا البالون، هذا يدفولوا به، هذا يقلعوا به الأمراض الكثيرة، يجيبوا به اقتصاد البلاد، يجيبوا به أشياء غريبة. انتم درتوه تجارة لجيوبكم، ما درتوش حب لبلادكم. تسمى المجاهد اللي كان حي ومات كشهيد في هذا الغالي كان يحشي روحه، والمجاهد والشهيد، يعني كل هذا
كانوا يحشروها من البالون انطلقوا، ومن البالون بالون صنع ثوره. بالون كان بكري من يلعب يبينوا قضيه تعريف القضيه الجزائريه، باللي حنايا اصحاب البالون ما جيناش غير البالون، جينا نعرفوا باللي حنا وطن وحنا دوله قائمه بذاتها وتعرف بالبالون. درك ولينا نعرفوا بالولايات البعض ما بعض بانها ولايه قائمه بذاتها وعندها مؤسس دوله جزائريه، ولكن للاسف الشديد 11 لاعب يلعبوا بمليون نسمه في معسكر ولا 6 ملايين ولا ما نش عارف انا شحال عدد السكان تاع هذه الولايه. والله غير حرام عليكم، والله غير عيب عليكم، عيب عليكم. الان رايح ننتقل لحاجه واحده اخرى. الانصار اللي راكم تهرسوا واللي راكم تضيعوا وتديروا لنا في التشويه تاع الصوره تاع المعسكريه. ما راناش معاكم تنتقم على برطيه وتقول لي السعيديين داروا وتصنعوا. السعيدي انا اللي دار تاع بكري، ولا اللي كاين متهور كيفك، ولا اللي ما يعرفش يدير الافكار الزينه. الانصار انا راهم يعجبوني ضرب ذوك لي زيت، راهم يستقبلوا الانصار تاع الولايات الاخرى وراهم يضيفوهم في بلادهم. باهمين تروحوا انتم باني تشوفوا ذيك الولايات تحوسوا بها وتباتوا عندهم وتاكلوا عندهم وتشوفوا عندهم. انا ما نديرش، انا فاني بالسبعينات قايسونا سعيده وضربونا ودارونا، ولكن لما كبرت ولحقنا للوقت تاعكم وين كاين حضاره، وين كاين تقول لي عندنا الفيسبوك وعندنا التكنولوجيا وعندنا الافكار وعندنا العلم. ورا هذا العلم اللي ما يخليكش انت انك تتادب مع اخوك المسلم، مع اخوك الرياضي، مع اخوك المناصر، مع اخوك اللي يبغى يغني وكيفك، هو غير كيفك في ولايه زوالي مسكين. تهرس له لوطو، انت جاي تقبل انت يهرسوا لك لوطوك، وتقبل انت وتقبل اولادنا تدمر الغراوين الصغار، يا لكم تدمروا غراوين اولادنا، تقبلوا يموتوا، تقبلوا يدخلوا الحبوسات. علاه ماشي عيب عليكم يا الكبار؟ علاه ماشي عيب عليكم؟ ما تحموش. معليش فات نروحوا غير اللعابه نهدروهم ونروحوا قلنا الحجار ذيك النهار خلينا نقولوا كلمتنا، خلينا نهضروا مع هذ اللعابه اللي راهم يغبنوا بهذا الانصار. ما نبغوش على انصارنا، ولكن فاني ما نبغوش اللي يدمروا الانصار. اللي هرستوا له لوطو لعل كلو مسكين كان يصور الدراهم كيما قلنا لكم اللي كلو جاي يخدم لنا عشا مهرسي لا زداد ب 8 ملايين ولا 6 ملايين. علاه ماشي عيب عليكم؟ وروحنا عندهم، احنا دخلنا بيوت الانصار السعيديين. الله يبارك فيكم السعيديين اللي استقبلتونا ذوك كبار، اللي وعيتوا ما درتوش كي ولادكم ذوك المتهورين ذوك الغراوين، ولا كي ولادنا المتهورين. وزيد نفكر انا باش نقايس، احنا محتاجين للجمهور باش يعمر لنا استادنا، وما يخليش يديروا لنا ويكلوا من اجل المقايسه. لا ربي يرحمنا هذه المره، احنا بامس الحاجه لفريقنا باش ما يطيحش. ومؤازرة الجمهور مبلع عليه، خلي انا لي جوار اللي هم يبيعوا ما عندهمش ضمير حي، عندهم ضمير ميت، عندهم ضمير تاع خيان، تاع ما يخافوش ربي. هذو على بالكم ربي وغضبان عليهم، ماكمش عارفين انتم، ولكن انتم معكم ربي لان نيتكم زينه. ما راكم تطلبوا على فريق العابه الدراهم، ما راكم تدوا الباي من عند البريزيدون، ما راكم تطلبوا من الدوله الدراهم، ما راكم مجرد انكم تبغوا تفرحوا وتزحفوا لما ما تفرحوش. نعم فعلا راني معاكم، ولكن كاين طرق التعبير، كاين طرق الهدره، فهمت؟ أنا هدرت مع رئيس فريق سعيدة اللي كان يعني رئيس لجنة الأنصار سابقا سي محمد. بالمناسبة نحيوك ونعتذر للسعيديين اللي تهرسوا لهم الوطا، ونقولوا معذرة نيابة على الشرفاء من مدينة الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، وليس مداهنة. المنطق الرباني الأدبي الأخلاقي الرياضي هذا هو ونهار بيسكرة. يا لعابكم رجاله ويا انصار ما تنجروش، ما شفتوش ذاك اللي مات تاع الشلف مسكين، غريان صغير جالي دون تا دار اكسيدون. ما شفتوش اللي طاحوا من الصطاد وماتوا، ما شفتوش اللي طارت عينه، ما شفتوش اللي ما قعدتوا تتعاطفوا معاهم تحطوهم في ليباج. وعلى ما تتذكروش باللي ما تروحوش للعنف، على ما تتذكروش ما يغيظناش العالم وما نتألموش للشباب تاعنا اللي يموت واللي ينضر واللي على لو كان يموت منا واحد شاب صغير مسكين كنت في يوم من الماء كنا نضحكوا معاه ونفرحوا به ونبغوه ويجمع معنا ويهدرنا بهدرته ما يكون صغير واحد مش كيما يكون كبير، بضحكته ابتساماته تنصيبه مسكين فقدناه، ذهب الى ربه، ذهب مات. قلنا هذاك العام الحمراء مع الشلفاوه ما نشتع عنف. ترى الله يعطيكم الصحة، راكم دائما تفرحوا أستاذ وتديروا ذيك الفرحات تاعكم وربي يوفقكم لأنكم أنصار من ذهب.
وعلى بالنا باللي أنصار الغالي لو قيس عليهم يعني كل أنصار الجزائر لوجدوا يعني أنفسهم من بين الأنصار الأوفياء المخلصين لفريقهم. ياك ما نطيحوش بإذن الله. عاونا وحنا نظنا حنا كبار قلعنا في البداية، ولكن أولادنا ما نقلعوش مع أفكار مريضة. أنا من تدمر لي نخسر مناصر يدخل للحبس ووالديه مساكن يقعدوا يبكوا ويجروا يقعد غير وحده، تنسوه وتزيدوا تغنوا وتنسوا كل بالواحد تقيسوا بعضكم بعض. ونزيد نهضروا مع ولادنا ما تروحش اللعاب ما نضربهش انايا، ما نضربوش اللعاب ما نضربهش، يا نهضر معاه بالمنطق نقول له كول الحلال، كول ما تاكلش الحرام، كون كراجل ذا الانصار ما نوصلش خاطر انا نضربها ونوصل للحبس ولا ندمر ولادنا. انا ما نجيش، انا نجيكم بنهضروا بنحطوا النقاط على الحروف، بنقول لهم باللي ماشي نقول لهم العبوا ما كنتش تلعبوا، لا نقول لها باللي كل حلال ما تبيعش الماتش. الكارديان انت يا مالك، الكارديان على الشيطان خاف ربي دائما. 16 ماتش اللي فاتوا 10 تاع منهم اللي خسرناهم كنت دائما تجيبنا في الدقائق التوالي. شا عندك ودافعنا عليك، روحنا قلنا باللي ما تردوش الجول وما تجيبوش تاع بيسكرا ولا تاع اللي قالوا كانوا بيجيبوه. خاف ربي شويه كل حلال وتزيد تقول لهم في البوست على بالك هذه انا كاع ما نساهلكش يا بن شريفه. روحت قلت في البوست باللي قلتها السبيكر وراه مسجله عندهم، هدرها السبيكر، قلت باللي نديكم التخمارت تاكلوا الطعام تاع تخمارت. طيح شبينا وانت بايع الماتش. والله اعلم انا غير راني نقول لان علاش حسب المنظور تاعي كيفاه دائما تجيبنا في الدقائق التوالي. ومين بغيت تزير روحك في 4 تعليمات ولا 5 ما ماركولكش، نهار بارادو كليت روحك ومدحناك قلنا باللي انت كارديان مليح، بصح نهار اللي بغيت تستغنى انت والشعب وصل دارس الحبس وهرس الوطن بعضها بعض. ما تحشمش، ما تخافش ربي باللي راك جايب الكوارث، انت سببها. وانا نتمنى من المدرب انه يدير لنا ذاك الغريان بن شريف، الغريان هذاك هارون، لانه حارس شفناه في 3 مقابلات ولا 4. على ما خليتش النهار اللي خسرنا مع الأربعة، وعلى ما خلي لان دار قبلها بالشلف ودار قبلها بالماتش اللي قبله وخرج برطيته. خلوه ذا كان غريان وراه جاي لبنته، مش كيما واحد مصدي راه مصدي، راه يعرف المونوبول كاع كي راه يمشي تاع البالون. وعلى بالي خسرتوا كاع البالون في الجزائر. نتوما كبار تعرفوا كي تخطوا الشعب كي من تحت لتحت كي تقضوا. هو تلقاه الاربعه يروح يخيط لي. وكاين واحد الماناجر يا باغي نقول لك انا الهضره تاع التلفزيون قاعد كلها بغيت نجبدها. انا على بالك نبغي قال لي قبلك وقبل واحد اخر، راك عابو تشري تبيع لنا الماتش، راك عابو كي غادي ندير لك في موشه كي غادي ندير لك في واحد البلاصه. احرز روحك. خاطش ماذا بكم يا شباب، تبعوا واحد الناس راهم بالتليفونات وخبروا عليهم. اللي شاف كلمه يخبر ما يديرها الصعبه يعطيه البايع شياله ب 100,000 ومليون و3 ملايين وربع كاع تكمل بصح راهي في رقبتك الجمهور اللي يهرس واللي يدخل الحبس واللي راهم في رقبتك يوم القيامه. ياك كاو تبيع لنا الماتش، راكاو تبيعوا لنا الماتش نهار بيسكرا. نعلو الشيطان نشكوكم الله تعالى سبحانه عز وجل ونقول لولادنا ما تحرضوش. معليش نقول لكم ربي وكيلكم غلبتونا نوكلوا عليكم ربي ونروحوا لديارنا وذا بالون يدور كل عام. ما حسيناش العام تاعنا مليح، ياك جيتوا نتوما. وهذا دليل بان بعض الشباب اللي كانوا يجيبوا اللعابه يفرضوهم علينا قلنا سنيوا لهم صحابكم كشفوا معسكر كومبلي، ما كشفوكش غير انت مجموعه صعبهم وعطاوك دراهم ولا عاوني تمدح بهم. تفكر شويه باللي الايام جايه ها هما كشفونا وانت ديت شويه تاع دراهم سنيتوا لهم ذراع في القاليه. سينيركش القاليه باسكو ما تبذلش جهد عليها. كاين ناس كانت من بكري تبذل جهد، دخلت عليها وماتت عليها وضحوا عليها على هذا الفريق بيفرحوا ولادها. فهمت؟ جبتوا ناس سنيتوا لهم. اتقوا الله في انفسكم، اتقوا الله. وبشكرا يا جمهور ادخل ما تخليش قاليتك القاليه ماهيش تاع وقت تاع معين تخسر راني معاها تربح راني معاها، ولكن كاين اساليب اللي نهضروا على خسارتنا على خسرنا، وكاين اساليب من نربحوا كيفاش نازروهم. قال لك درتوا لهم باتيسري، نعم درناكم لي جوار، درناكم باتيسري ودرناكم العشاء وطلبنا ونزيدوا، بصح فرحونا حنايا فاني لم تبغونا نبغوكم، ومين تبغونا ما تبغوناش كاشخاص، ما عندنا ما نديروا بكم ما عندكم ما ديروا بينا، كفريق كتاريخ كعميد الأندية الغرب الجزائري. ونصح ولادنا يا ولادنا ما يدمروكمش. ما قايش انا ذاك اللي هرست له اللوطو ذاك فاني لعله مسكين كلون يخدم على روحه ولا طاكسيار ولا باش راها تنكشف
وتبهدل كيما خوك وكيما بوك وكيما داركم، بيشري لوطو تينكشف ويتبهدل، يا ترى تهرسها له انت، وجاي يفرح، ومين جاي يفرح وما عندوش الضايع دائما يكرتون نقولوا اخلاقه سيئه، فهمت؟ حاولوا باه تأدبوا ولادنا، والله يخلف على بالمناسبه السلطات تاعنا يعني نشكركم بالمناسبه السيد المدير الامن، لان يعني فعلا تفاهم باللي كاين قضيه العبادة وما دخلوناش ولادنا للحبس وما صراش، يعني حتى ولو ضيعتوا حفظوا ذي النقطه، حفظوها شويه، ما ناش نقولوا باللي رانا نداهنوا، لا هذه حقيقه تقال، واللي يكون يهدر محق ينجح عند الله تعالى وينجح في الدنيا، فهمت؟ يعني نشكركم يعني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويعني أسف على هذا يعني إن كان خطأ منا ورد، فالسلام عليكم وسامحونا إن شاء الله.